وجد أن لم يكن هناك سند يرجع من الأنبياء المذكورين بالكتاب المقدس من مؤلفي هذا الكتاب. فبغض النظر إن كان سيدنا موسى أو سيدنا إبراهيم أو سيدنا نوح، وحتى إنما بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام وجد أن الإنجيل الذي بين أيدينا الآن الذي يسمى الجوسبلز بالإنجليزية عبارة عن 4 فصول أو 4 كتب. هذه كتبت بين 40 سنة إلى 100 سنة بعد، على حسب فهم النصارى، وفاة سيدنا عيسى، على حسب فهمنا رفعه عليه السلام. وحتى هذه كتب كانت مكتوبة باللغة غير لغة سيدنا عيسى، هي كتبت باللغة اليونانية، بينما لغة سيدنا عيسى لغة آرامية. فلم أكون مقتنع بالدين النصراني، فاجتمعت مع أصدقائي النصارى فقلت أنا أريد أن أؤمن بما تؤمن به، ولكن لا أستطيع. وندمت لأن حقيقة كنت أبحث عن الحقيقة، فإنما لم أجده بالدين النصراني شعرت بحزن لأن كنت أبحث عن شيء. بعد ذلك بدأت أبحث وأقرأ عن الدين الإسلامي، فكمان اجتمعت مع المسلمين، ذهبت إلى المساجد، حصلت على ترجمة القرآن الكريم، وأخذت بعض الكتب يشرح أمور الدين بشكل عام. وكمان مثل كان بحثي في الدين النصراني عن الكتاب الرئيسي في هذا الدين، كمان كان تركيزي هذا في الإسلام. فركزت على أصل القرآن الكريم كيف جمع، فوجد أن خلافا للدين النصراني في الإسلام لا، القرآن الكريم هو كان يوجد هناك سند يرجع إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الصحابة نقلوا هذا الكتاب سمعان وكتابة، وكان يكتب بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المستشرقين الذين لا يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون ويقرون أن القرآن الكريم الذي بين أيدينا في هذا العصر هو نفس الذي كان موجود بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المستشرقين هم يعتقدون أن هو ليس هذا الكتاب تنزيلا من الله سبحانه وتعالى، بل تأليف رجل عبقري من أفضل الناس، من أشهر الناس، ولكن ليس بنبي. فكان الآن بحثي كان في القرآن الكريم، هل هو تأليف رجل أم تنزيل إلهي؟ فقرأت بعض الآيات وسور ترجمة طبعا، لأنني لم أكن أعرف اللغة أي شيء من اللغة العربية، فقرأتها باللغة الإنجليزية. حتى باللغة الإنجليزية وجد في هذه الآيات والسور دليل أن القرآن الكريم تنزيلا من الله سبحانه وتعالى، وليس تأليف رجل، من قوة خطاب الإلهي فيه، من الحجج التي تقام على كلام الكافرين، في المعلومات التي موجودة بالقرآن الكريم لم تكن معروفة في ذلك العصر، في إقرار الإسلام على الديانات الماضية. الإسلام لم ينكر على الديانات الماضية بل صححوها، فهذا كمان كان شيء أهم لي كثيرا. وكل هذا كان معروف ولو لم أكن أعرف اللغة العربية. قرأت أن القرآن الكريم كان قمة في اللغة العربية ومرجع في اللغة العربية، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان عامي، فكيف هو يؤلف كتابا هو مرجع وقمة في هذه اللغة؟ فبعد بحثي كنت مقتنع أن حقيقة دين الإسلام هو الحق، ولكن ذهبت إلى صديقي مسلم فقلت له الآن أنا مقتنع أريد أن أسلم، فهو خوفني حقيقة وقال أنت تعرف إذا تسلم فلا تستطيع أن تفعل كذا ولا تستطيع أن تفعل كذا، وعليكم أن تفعل كذا وعليكم تفعل كذا.
أصبحت مترددا فلم أسلم في ذلك الوقت. لكن مرة شهر ثم اجتمعت معه مرة أخرى بالشارع، أتى عندي فقال متى تسلم؟ متى ستسلم؟ فوجدت أن الله سبحانه وتعالى خلق رغبة بقلبي أن أدخل هذا الدين العظيم. فكنا أمام مكتبة، فدخلنا المكتبة، جلسنا حول الطاولة، هو لقاني لفظ الشهادة فأسلم.